تخيل حد اتخطف كده من وهو عيل صغير، تمام، واترمى كده في قبو، تمام، مهجور، وحد بيسيء اليه. هو اللي بياكله، هو اللي بيشربه، هو اللي بيعامله اوحش معامله، هو اللي بيرمي له فتات ويقول له ده اخرك، هو اللي بيقول له تعمل ايه وما تعملش ايه. الراجل ده الولد الصغير ده ما يعرفش في حياته غير شكل الاتصال بالمسيء ده. تمام، ما يعرفش ان هو ممكن يمشي، ما يعرفش ان هو ممكن يطلع، ما يعرفش ان عنده قدرات، ما يعرفش اي حاجه في الدنيا. جاي يوم من الايام الشخص المسيء ده مات، تمام. والواد الصغير ده كبر واكتشف ان الباب بتاع قبره ممكن يتفتح وممكن يطلع للحياه، اكتشف ان في شمس، اكتشف ان في حياه فيها حلاوه وفيها حاجات، في حاجات ظريفه وفيها تحديات وفيها ايام صعبه، وان فيها ناس تانية غير الراجل ده شكل العلاقه معاهم تكون مختلف. فظاهريا الواد ده دلوقتي ممكن يطلع بقى ويعيش حياته وينسى اللي فات ده كانه لم يكن، ويبتدي يعيش الحياه زي ما هي. نظريا بالنسبه للناس اللي بره ممكن تكون النظره كده، بس الحقيقه ان الواد ده لو سمح لنفسه يطلع اللي جواه هيقول ايه؟ هيقول انا مش عارف انا مستغرب، انا ما كنتش عارف ان انا ممكن امشي. ايه ده؟ هو في ناس تانية، في ناس تانية غير المسيء ده ممكن اعمل معاهم اشكال علاقات تانية. في شمس، في مطر، في ايام صعبه وراها ايام سهله، في ايام سهله وراها ايام صعبه. في حياه فيها بوتنشل. على قد ما ده متاح ليا وعلى قد ما باب السجن اتفتح، بس انا خايف، انا ما اعرفش، انا ما عرفتش في حياتي غير ده. فلما باجي بحاول اتكيف على الجديد ببقى مرعوب، ببقى عايز اجري في حضن اللي انا عرفته، عشان اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش، والامان المشوه في الالم المعتاد. فاحنا ليه بقى لما بنيجي نبقى تروماتايز ونمر بحاجات صعبه، نمر بعلاقات بتخلق لنا منتل موديل عن انا شكلي ازاي في العلاقه وقيمتي عامله ازاي واتوقع ايه من الناس والكلام ده كله، ليه بننكر على نفسنا حق الحزن على ان اللي انا مريت بيه ده صعب؟ احنا بننكر ده وكأن ده ضعف ووهن، وببقى كاتم وببقى مش مدي نفسي الحق اعترف ان فكره ان انا اتكيف على الجديد صعب، وبفضل اتخانق مع مشاعري. انا ليه بتوقع من الناس الرفض؟ انا ليه دايما الحاجات البسيطه صعبه؟ اقبل يا حبيبي، مش ضعف منك، مش إلا منك، واقبل ان اللي حصل صعب، وان التكيف مش سهل، وان بناء مناطق آمنة مش سهل، بس انت محتاجه. فانت لو فضلت تتخانق مع حقيقة ان اللي انت بتعمله صعب وشايل جبل فوق كتفك ملوش اي ستين لازمة، انت مش هتعرف تعمل حاجة. ف it's not easy to adjust. مش سهل انك تعيش حياة بره قبو المظلم لو طول حياتك ده اللي انت كنت عايش فيه، والحرية هتبقى مخيفة ليك اكتر من ظلام والقبو ده. ف هونا كده، بالراحة بالراحة، don't skip the grief. ادي نفسك مساحة انك تشوف ان في حد صعب لك حياتك، خلاها فيها حوارات، والنهاردة على قد ما الحرية دي انت شايفها بس هي صعبة عليك، ده مقبول وما فيهوش مشكلة.